المرشحين تم اعتقالهم ثم يعني متابعتهم وملاحقتهم للقبض على من لم يتم القبض عليه. وأيضا المرشحين لم يتمكنوا من استخراج أوراق الترشيح اللازمة لتقديمها لانتخابات المحليات، بداية من شهادة الصفة العمالية لم يتمكن أي من المرشحين الحصول عليها، ثم شهادة صفة الحالة الجنائية صحيفة الحالة الجنائية، ولم يتمكن أيضا أي من المرشحين الحصول عليها. ومن يتقدم لتقديم أوراق الحصول على صحيفة الحالة الجنائية يتم اعتقاله، ومن لم يتم اعتقاله أثناء التقديم يتم اعتقاله أثناء الحصول عليها وهو رايح يستلمها. وأيضا شاهدنا في انتخابات المحلية كيف وأن السرادقات التي أعدت لاستقبال المرشح الراغبين في تقديم أوراق ترشيحهم تم إعداد أعداد كبيرة من البلطجية وموظفي الشركات التابعة لرجال الأعمال بالإسكندرية لإحداث نوع من الضوضاء والصخب أمام هذه السرادقات، حتى لا يتمكن أحد من المرشحين الجادين في تقديم أوراق ترشيح. لما كانت جماعة الإخوان المسلمين لا تريد إحداث بلبلة ولا فتنة وتستمر على محافظتها على سلامة المجتمع والسلام والأمن الاجتماعي للمجتمع، فلم تلجأ إطلاقا إلى العنف ولا إلى هذه المشاحنات، ولا جاءنا إلى القضاء العادل. وهذا القضاء الذي مكن الإخوان المسلمون ومرشحيهم من قبول أوراق ترشيحهم، فلم يتم الانصياع لقرار المحكمة ولم يقبل أوراق الترشيح، فلجأنا إلى المحكمة مرة أخرى والتي حكمت للمرة الثانية بإدراج أسماء المرشحين في كشوف المرشحين، ولم يتم أيضا يعني احترام هذه الأحكام القضائية وضرب بها عرض الحائط، فلجأنا إلى المحكمة لإيقاف الانتخابات لعدم قانونيتها ولعدم دستوريتها. ونحن ننتظر صدور الحكم بوقف الانتخابات في الإسكندرية كما وقفت في عديد من المحافظات لهذه الانتهاكات. وهذه هي الانتخابات الثالثة والتي حكم عليها بالفشل وبالبطلان ولم يكن لها علاقة بكرسي الحكم. لماذا أيضا لجأ الإخوان المسلمون إلى الانتخابات؟ أولا الانتخابات حق شرعي ودستوري كفله الدستور والقانون لكل مواطن، والإخوان المسلمون في طليعة هذا الشعب وفي القلب منه يريدون الإصلاح ورفع راية الإصلاح. ولما كانت المحليات هي الأساس في رفع المعاناة والظلم والفساد عن هذا المجتمع، بداية من التشريعات والقوانين التي تحكم عمل المحافظين ومراقبتها لعمل الإدارة المحلية، فهذه هي أهمية المحليات، ومرورا بغلاء الأسعار ومراقبة الأسواق، وأيضا مرورا بحاجة المجتمع الملحة للمشروعات التنموية والإصلاحية في المجتمع. ولم نضرب أمثالا في المجال يتسع لضرب أمثلة كثيرة في إهدار المال العام في أمور ومشاريع لم يحتم أو تحتم الضرورة العمل فيها، وليكن مثلا الأرصفة والتي تم تغييرها في هذه الآونة الأخيرة، والشوارع المرصوفة والتي تم يعني إزالة مادة الرصف لإعادة رصفها مرة أخرى، فتم إهدار مال عام بصورة كبيرة جدا في شوارع يعني نظيفة وميادين مجملة ليعاد مرة أخرى تنظيفها وتجميلها.